أنا خصيمك يوم القيامة إذا ما سمعت هذا الفيديو للآخر. أقسم بالله العظيم ما أنا مسامحك وما أنا مسامح أي شخص بتجاهل هذا الفيديو. اسمع الكلام هذا فقط دقيقتين، اسمعهم لأنه الدقيقتين هدول ممكن يضيعوا من عمرنا إحنا. اسمع هذا الفيديو كتير منيح. عذبونا وكسرونا، ما كناش ناكل إلا من 7 الصبح بنبصر عايشيننا مكسريننا، الأسرى في خطر، اتنازلوا عن البناء، اتنازلوا عن أكثر من 10,000 فلسطيني راح يتم إعدامهم. تعرف شو السبب؟ عشانهم فلسطينية، عشانهم بدافعوا عن قضيتهم. ولكن اصحوا يا عرب، اصحوا، حرام عليكم. ما حد يجي ويتفلسف ويقول لي انا شو انا بدي اعمل، انا مش قادر اعمل. اذا الحكومه ما بتقدر تعمل، انا شخص شو بقدر اعمل؟ يا زلمه انت بتقدر تعمل، انت بتقدر تعمل كثير، ولكن انت ما بدك تعمل. انت بدك تضلك حشره، بدك تضلك شخص الناس تحركه، ما بدك يكون لك شخصيه. انت صوتك بيفرق، صوتك بيعمل كثير. يا زلمه انت خايف؟ انشر الفيديو، اعمل مشاركه للفيديوهات هذه، خلي الناس كلها تعرف. اذا فلان عرف وفلان عرف بنصير كلنا ايد واحده، بنتضامن كلنا وبنصير ايد واحده عشان نوقف هذا القرار الغاشم، الاحتلال هذا. اذا انت بتفكر بس في فلسطين، بكره رح يجي على دولتك وراح يحكمك، وبكره رح تندم وتقول يا ريتني عملت اشي. لا تضلك ساكت، اقسم بالله العظيم لا تتحاسب على صمتك هذا. يوم القيامه بكره رح تتساءل على هذا الصمت، لانه ما تقول لي انا ما بقدر اعمل، لانه الساكت على الحق شيطان اخرس. احنا العرب شاطرين بس في شغله واحده، شاطرين نقاتل في بعض، ننهش في بعض مع اولاد عمنا عشان اكلوا ورثه ابونا. اما انه نضلنا مع بعض ونقف ايد واحده مع بعض على الفاضي. احنا اكثر من 2 مليار مسلم مش قادرين على حبه هلافيل. بتعرفوا ليش؟ عشان احنا من جوا خلقوا فينا الرعب، خلقوا فينا الكراهيه. احنا ما بنقدر نعمل اشي، احنا ما بنقدر نسوي اشي. تروا هذا الكلام فينا، ولكن فعليا بنقدر نعمل، وبنقدر نعمل كتير. واللبنان اللي حتى الان بتنقصف من الاحتلال طلعت مظاهرات عشان الاسرى. انت اللي قاعد في البيت وقاعد رجل على رجل وبتتسلى، ما تقول لي مش طالع بايدي اشي. شير الفيديو، انشره، احكي لاصحابك، احكي لاصدقائك، احكي للكل. خلينا نكون ايد واحده كلنا عشان نوقف هذا القرار. واقسم بالله العظيم ما انا مسامح اي شخص بشوف هذا الفيديو بتجاهله وما بيعمل له لايك وما بيعمل اشتراك وما بيعمل كل حركات الشاشه عشان يوصل صوتنا للعالم كله. وما بنقول الا شغله واحده، حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص بتجاهل